السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم حسين عارف من قناة عارفتك للتقنيات والمعلومات. طبعا شرحنا اليوم عن كيفية إنشاء حساب بلاي ستيشن بلس 14 يوم مجاني. بالبداية أعتذر من الجميع لأن اتأخرت عليكم بالشرح، وإن شاء الله الشرح اليوم الكل يستفاد من عنده وما أقصر وياكم. بالبداية لا تنسوا الاشتراك بقناتي على اليوتيوب، وأحب أشكركم على دعمكم المستمر إلي خاصة في الفيديو الأخير. طبعا ما توقعت نسبة المشاهدات توصل إلى هاي الدرجة. أشكركم على دعمكم المستمر. إن شاء الله راح أكون في خدمتكم دائما. ما أريد أطول عليكم، ننتقل إلى الشرح. في البداية راح نحتاج عدة مواقع، راح أحط لكم كل الروابط أسفل الفيديو في الوصف. في البداية نحتاج إلى موقع بريد مهمل أو أي بريد، حتى لو بريد إيميلك الشخصي تقدر تسجل من عنده، بشرط إنه ما مسجل قبل في حساب يعني بلاي ستيشن. ننتقل إلى موقع مؤقت أو موقع مهمل، ماكو فرق. راح ننشئ عنوان بريد عشوائي، ننسخ الرابط، بعدين ننتقل إلى موقع الباي بال. طبعا انتبهوا، الباي بال لازم يكون حسابه إسباني، لأن ما ينربط الحساب الأمريكي مع الإسباني. راح ننتقل إلى صفحة، هاي الصفحة الرئيسية مال باي بال، الصفحة الرئيسية مال باي بال إسبانيا. شوف ES إسبانيا. ننزل جوه آخر شيء هذا المربع الأزرق، نضغط عليها راح يودينا على صفحة الباي بال. خلوه نفس الشيء، يعني هذا حساب شخصي وهذا حساب بزنس. ندوس المربع الأزرق مرة ثانية. هاي الرمز تحقق زد 9TWVZ تكملة. انتقلنا إلى صفحة باي بال الإسبانية. في البداية الاسم الأول، مثلا أي اسم، اسمك أو أي اسم، مثلا خالد، أحمد. بعدين عنوان الإيميل، راح نلصق الإيميل اللي سويناه في البريد المؤقت، نخلي له باسورد. راح نسوي باسورد أيضا. نضغط نيكست. هسه راح يودينا على قائمة العناوين في إسبانيا. طبعا محضر لكم عنوان إسباني، أيضا راح أخليه جوا بالوصف. هذا الأدرس لاين الأول، هذا العنوان الأول وهنا، عفوا. ننسخ هذا العنوان ونجي نلصقه بأول خانة. ثاني خيار حطه فارغ. الزب كود 283 أصفاره. السيتي مدريد، وهذا هم تختار مدريد. رقم الموبايل أي رقم، مثلا تاريخ الميلاد 12/12/1988. هذا stay login I confirm it. نضغط على agree and create account. الحساب صار عندنا اوكي، خلاص. هسه راح ننتقل على متجر البلاي ستيشن. بالجوجل راح نكتب PS Store ES إسبانيا، يعني متجر الإسباني. هذا متجر بلاي ستيشن الإسباني. راح ندخل على موقع بلاي ستيشن الإسباني. ننتظر شوي لحد ما يحمل الموقع. أنا طبعا إنترنتي ضعيف شوية، ما أنا مسجل. حساب قديم، آسف يعني. هذا واجهة المتجر.
نضغط على هذا الخيار إنشاء حساب. بالبداية راح نحط الإيميل اللي سويناه بالمؤقت، نرجع على الإيميل ننسخه من جديد، نجي هنا نلصقه. تاريخ الميلاد 11 أكتوبر 9. نختار هذا، نسوي باسورد. وهنا ننطي التحقق مال الروبوت، ننطي صح وموافق على إنشاء الحساب. هسه يقول دزينا لك إيميل على إيميلك هذا، على هذا الإيميل. نرجع على موقع المؤقت، ننطي هنا تحديث الصفحة. هذا الإيميل واصل عندنا، نفتحه، ننزل جوا شوية. لا مو هذا، لازم اكو ايميل اخر يوصل لنا. اعتقد هذا الايميل، اي هذا الايميل. تنطي صح على هذا المربع الازرق. هاي خلاص الحساب العفو الحساب تم انشاؤه بنجاح. تجي ترجع على الصفحة القديمة، تنطي على كونتينيو، راح يوديك على موقع البلاي ستيشن. هنا أنا راح ينطيك تسوي حساب اي دي على البلاي ستيشن، ينطيك هاي الواجهة، تختار هذا المربع الازرق. هنا يريد منك عنوان اسباني، ترجع على قائمة العناوين، تنسخ العنوان هذا كوبي، اول خانة تكتب هذا العنوان، ثاني خانة تكتب مدريد، وثالث شيء تكتب 2 8 3 اصفارة، وتنطي نكست. راح يوديك على قائمة ثانية، الاي دي اونلاين، مثلا اي اي دي يجي بالك، يو اي دبليو اي 2 9 0 8. الاسم الاول خالد، اي اسم مثلا اسمك او اي اسم ثاني احمد، هذا مثلا. تنطي نكست. خلاص هذا راح ينطيك بنود الموافقة، تنطي موافق. هذا تم انشاء حساب على بلاي ستيشن ستور. الخطوة الاهم هسه بس ننتظر شوي يحمل الموقع. هاي خلاص هذا حسابك صار. تجي على خيار بلاي ستيشن بلس، تدخل على رابط بلاي ستيشن بلس، تنزل جوا شوية. وينه هذا؟ لا والله مو هذا، اعتقد هذا. تنزل تنزل تنزل، تختار هذا الخيار، تنطي سبسكرايب. راح يقول لك اختر طرق الدفع، تختار هذا المربع الكبير، تختار باي بال. من تختار باي بال راح يوديك على صفحة باي بال الشخصية اللي سويتها من قبل وانت مسجل الدخول بيها، واذا اراد منك تسجيل الدخول تدخل الايميل والباسورد اللي سويت بيه حساب باي بال، وراح يدخلك على حساب باي بال. هذا agree and continue. ننتظر شوية. خلاص ننطي على هذا المربع الأزرق ونحدث الصفحة. ننتظر. أعتقد صارت الطريقة، بس أتأكد. خلاص
تكمل شغلك على موقع البلاي ستيشن ستور. هسه انت مشترك ببطاقة باشتراك بلاي ستيشن 14 يوم مجاني. ان شاء الله الطريقة فهمتوها، واللي ما فهم يترك لي تعليق اسفل الفيديو، وان شاء الله اني اكون في خدمتكم. تقبلوا تحياتي، حسين عارف من قناة عارفتك. ان شاء الله في فيديوهات جديدة بإذنه تعالى.